السلام عليكم. بقالنا كتير جدا ما شفناش بعض هنا على الشانل ديت. كلسون الجزء العلوي بحبه جدا. اكتشفت ان هو حاجة لطيفة قوي قوي قوي، خفيف كده ومرحرح وبيدفي في نفس الوقت، ولو الجو حرر ما بتحسش انك حران قوي. يعني الواحد كان بيشوف الناس الكبيرة عندنا في الريف لابسينه الاول، كانش بيحبوا بقى، يعني ده لبس الناس الكبيرة اللي بيلبسوا جلاليب، بس بصراحة جميل رائع جدا يعني. وهو اللبس الرسمي او الشبه رسمي للشغل، لو في شغل في اي بيت بنطلع حاجه بنشيل حاجه، فده اللبس الرسمي. anyway um, excited زي ما هو واضح من التليفون وقع، مش مشكله. excited زي ما هو واضح من نبره صوتي، وما افتكرش ان انا كنت excited بقالي فتره طويله جدا لحاجه زي النهارده. ايه اللي بيحصل النهارده؟ حاجه كبيره جدا، وهي ان احنا هننقل. من يوم ما بدأت الشانل على يوتيوب وكل حاجة كانت في الأوضة دي. افتكر أول فيديو صورته بكاميرا كان على الجدار ده هنا كده، والجرين سكرين هنا بصور عليها معظم الفيديوهات بتاع دروس اونلاين، وديت الباك جراوند اللي ممكن تكون بتظهر في بعض الفيديوهات. الأوضة ديت تقريبا يعني فيها حياتي كلها، وكنت بنام هنا، كان في مرتبة هنا كنت ف it's time to move on يعني. بننقل بقى، تمام. فكل الكلام ده هيتفك وعشان كده لبس الشغل ميك سنس ونطلعه لفوق. شعور غريب، شعور غريب جدا، بس انا متحمس جدا للحاجه ديت. فاهم حاجه المكتب ده، انه يعني اهم حاجه دلوقتي نشيل الكلام ده كله ونشيل المكتب يلا بينا. المكتب ده كنت شاريه من ايكيا وتقيل فشخ يعني، عشان فيه هيدروليكس وبتاع، فاضطريت ان انا اجيب المانيوال بتاعه علشان اشوف وانا ركبته ازاي عشان اعرف افكه. يعني الى حد ما نقلنا اكتر الحاجات، المكتب اللي كان هنا والجرين سكرين ويعني الكاميرات، معظم الحاجات يعني اتنقلت فوق. ف officially we have moved. آه. رايح ايكيا اجيب شوية حاجات لزوم النقلة يعني. المكان فاضي بقى واوسع وكده، فمحتاج شوية حاجات برضو، منها حاجات اساسية علشان نحط عليها المعدات ونخزن عليها البوكسات وكل الحاجات دي، ومنها حاجات جمالية كنوع من لمسة جمالية برضو علشان السيت اب الجديد ان شاء الله. اكسايتد جدا، والاكسايتمنت ديت او الحماس ده هو اللي مخليني مسافر القاهرة مخصوص عشان اجيب الحاجات دي. وفي نقطة مهمة ممكن نبقى نتكلم فيها يعني لو في بريك ولا حاجة من السواقة، وهو ان انا في الغالب المفروض ان الحاجات الهاند ميد اللي هي مثلا تروح لنجار صاحبك يعملها لك وكده تكون احسن في الكواليتي وارخص مفروض يعني، والكلام ده كله من الحاجات اللي من ايكيا اللي هي مستورده. لكن في حاجات معينه في ايكيا ارخص من بره ومتانتها اكتر وفيرساتايل او متعدده الاستخدامات، زي مثلا انت ممكن تفك الرجول وتركبها، الخشب خفيف وفي نفس الوقت بيستحمل. فدي الحاجات البسيطه اللي انا هشتريها من ايكيا، لكن ايكيا غاليه فشخ. سوري فور فشخ، بس غاليه جدا يعني. فيلا بينا. سمايل فور ذا كاميرا تسوي. يو ار ان ماي بلوج. دلوقتي احنا في ايكيا، وطبعا سوقي معايا رفيق الايكيا على طول، جايين عشان نجيب الحاجات ده، these things اللي هي المكاتب ديت يعني. وممكن نجيب كمان ترابيزه او حاجه زي كده. ممكن السيلفي الجميل. يم انا الحمد لله جبت الحاجات، وهناكل انا وتسوق وهنيجي. الف مبروك. مبروك يا احمد، مبروك. لا جبنا غساله اوتوماتيك بس. مبروك يا جدع. فين الاي يا ابني؟ اطلع معاك في الكاميرا يا استاذ. تعال سي هاي تو ذا. هاي. فين الاي؟ فين الاي؟ هناكل فين؟ عند ابو حمزه. حمزه. عارف ان انا ناوي ان شاء الله اسمي اول عيل لو ربنا رزقني حمزه. I really like the name It's a strong name. وشخصية سيدنا حمزة بقى. ايه ده العربية دي؟ عارف لو كانت واحده كنا هنجيبها على السفه تبقى باشا.
الحمد لله العربيه خدت الحاجات بتاعها طويله 2 متر، فمع تاني الكنبه يعني وشويه حنكشه كده يا دوب جت على سمحت تسوقي فكرته هي الاستاذ دسوقي سوقي. انا لو ما اتدخلتش ما كناش مشينا. زيت كمان زيطه كمان زيطه يلا. انت شايف انا قاعد ازاي يا بيه؟ حلوه القعده صح؟ هو انا فكرتي حلوه بس مش قوي يعني. هنا هناكل طب في ويتنج. في ويتنج كام واحد؟ واحد اثنين ثلاث ترابيزات بس. نستنى؟ اه اسم حضرتك؟ شوف يا اخي حتى هو بيكاتب لك ايه؟ عملائنا الاعزاء وجبات المنزل صحيه وامنه اكتر من وجبات المطاعم. ده مش عايز يبيع ده ولا بيقطع ايه؟ على نفسه. الحمد لله الحمد لله الترابيزه فضيت. دورة يا ابني دورة يا ابني اللي وصلني. انت جايب موضوع غلط. بص هو مش هيمشي. لسه تشيكن باربيكيو صح؟ اه بتهلس علينا صح؟ بالظبط اكزاكتلي. الله يخليك. ايوه يعني الرجاله يعني شافوا الكاميرا قال انت يوتيوبر. طب تعالى نتصور معاك يعني انت من غير اصلا ما يعرفوني. فيعني يقول لي انت مثلا عندك 5000 15000 تقول له عندي قناه عندها 2.7 مليون. اتخضوا كده لا ده احنا نتصور معاك بقى. قلت له انت عارفني؟ قال لي لا اعرفك بعدين بس اتصور. حمزه التقييم بتاعه كويس. حمزه اقوى نقطه عنده ان الاكل عنده سعر القليل بصراحه، يعني سعر قليل جدا مقارنه باي حد في المنطقه ده وفي اي منطقه تانية، وكمان بيديك فطيره نوتيلا هديه يعني فور فري. مش عارفين هنعمل. هو ما بياخدش سيرفيس، ما بياخدش خدمه. ال 12% ولا 14% ما بياخدش خدمه. ازاي مش عارف بس يعني جرب حمزه. ابو حمزه سوري ابو حمزه. ورجعنا البيت الحمد لله، ومعانا دلوقتي الاستاذ صهيب. اهلا ركز معانا الحاجات اللي احنا اشتريناها من الايكيا. انا كنت بتساءل دي التانية دي بتاعت ايه؟ طلع علشان الوزر اسمه وزر ولا اسمه ايه؟ اسمه وزر؟ عشان الوزره دي لما تيجي تحطها جنب الحيطه ما تحكش فيها. بجد يعني الايكيا شابوه بجد يعني على التفاصيل. اشتري حاجه ليه كمان؟ يعني مش مسافتها هي دي ليه باينه؟ كتبت غلط. ليه؟ عكس. شيت يا مجار. ايه ده؟ انت جيت على الشقه دي. ربنا لساني. كله متصور. دوكيومنت. هلا. الحمد لله خلصنا. متاسف لو في ايكو في الصوت، لسه الدنيا مفتوحه شويه. الاثنين ركبناهم يعني ركبناهم غلط مره وفكناهم زي ما انتوا شفتوا كده وكان موال، بس المفروض ان ده ما يحصلش يعني. هو الواحد ما كانش مركز بس يعني ما نمشي كويس، وصهيب برضه ما نمشي كويس. anyway الحمد لله يعني انتوا دلوقتي بتشوفوا exclusive look، يعني نظره حصريه على النيو سيت اب. يعني this is the new setup اللي كنت شغال على الفتره اللي فاتت. طبعا مش دي بس، يعني في سيت ابس ثانيه وفي حاجات كده نبقى نعملها يعني استوديو تور كده ان شاء الله على قناه دروس اونلاين بس لما نخلص الحاجات ديت. ولكن زي ما قلت يعني انت لكم اكسكلوسيف لوك سينس بما انكم يعني بتتابعوني على قناه الفلوجز. مش عارف اقول ايه، ومش عارف اذا كان الفلوج ده يعني كويس ولا لا. it has been a while، بقالنا فتره ما عملناش فلوج، بس انا انبسطت وانا بصور الفلوج ده. النهاية لو في قيمة واحدة بس هنقدر نضيفها في الفلوج ده، هو لو انت هتجيب مكتبة حاجة زي دي كده، او هتجيب ترابيزة مكتب عادية جدا، او ترابيزة تشتغل عليها والكلام ده، روح ايكيا. الحاجات دي في ايكيا بتقدم لك فاليو كويسة مقابل سعرها. لو هتعملها عمولة ممكن تبقى الماتيريال احسن، الخشب اتقل ومش عارف ايه، لكن مش عمره ما هيجي زي ما انت عايز، وكمان هيبقى اغلى
بناء على تجربتي السابقه يعني. فالحاجات دي في ايكيا ارخص وافضل وبتقدم قيمه احسن. مش اعلان لايكيا ومش سبونسرد باي ايكيا باي صوره ما يعني، مش اعلان خالص، بس حرفيا الحاجات ديت هناك رخيصه مقابل القيمه اللي بتقدمها الحاجات دي، بس لانك هتشوف ارقام هناك خياليه يعني. ف that's it guys، نشوفكم ان شاء الله في فلوج قادم و more vlogs coming باذن الله. السلام عليكم.